السلام عليكم. ازيك يا عود؟ اخبارك عامل ايه؟ احنا عاوزين نفس البار ده يا كبير. ده بهار فراخ، ده بهار فراخ، تمام. انا عاوز نفس البهار ده بالظبط. برضه عالي الجودة يا ريس. الايه؟ برضه عالي الجودة والله بما يرضي الله. طب عندك نفسه؟ طب تقييمك له كام في المية بما يرضي الله؟ صباح الفل. تعالوا بقى النهارده تجربه فعليه، تجربه جميله جدا جدا. تعالوا نشوف الفيدباك او رد فعل الناس على بهارات ابو مالك العطار. تمام، هخش النهارده على كام عطاره، مش هقول لهم ان انا عطار، وهشوف رد فعل الناس ايه. هل بالفعل البهارات بتاعتنا كويسه بدون ما اعرفهم طبعا ان انا عطار؟ البهارات بتاعتنا كويسه ولا الدنيا عامله ايه، ولا بنضحك عليكم؟ تعالوا بينا نختار كام عطاره كده عشوائيه، تمام، في طريقنا واحنا ماشيين ان شاء الله في المنصوره، ونشوف رد فعل العطارين ايه. هسالهم على نوع البهار اللي هو معايا. انا خدت معايا النهارده من العطاره بهار الفراخ، بهار الفراخ المشويه. فانا هقول لهم انا محتاج نفس البهار ده. هو نفس البهار ده موجود عندكم ولا مش موجود؟ وتعالوا نقارنه بين شغل الشركات، لان اغلب العطارين عندهم شغل شركات دلوقتي. تعالوا نقارن البهار بتاعي بشغل الشركات ونسمع منهم ايه رايكم في البهار ده. تعالوا بينا من غير ما اعرفهم والله ان شاء الله. تعالوا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده. يلا، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله، ويلا بينا يلا بينا. نزلنا هنا المنصوره. تعالوا بقى ان شاء الله ان نبحث على عطاره. احنا ماشيين مع بعض كده، طرق زحمه هنا زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نبحث على عطاره كده ويا رب ييسر ان شاء الله. طبعا هنا في صندوق كمان كان في عطاره هنا تقريبا كان اسمها فكره لسان اللي حاول ادور عليها في صندوق يعني في شارع المشات. اللهم صل على النبي. كانت العطاره ديت تقريبا 180 فكره اسلاميه. العطاره ديت مره كده على حد تصميم كويس، ولكن ما اعرفش بقى بس عجبني. بيبص على نهوت، خليكم شايفينها من بعيد. تعالوا بقى احنا نسال ونشوف الدنيا في ايه كده والعطاره. تمام، هفصل التليفون وارجع لكم تاني. البهار ده انا بلف عليه بقى لفتره مش لاقيه. يا رب تلاقي عندك بقى. هنا طبعا كنت اديته كيس البهارات اللي هي بهارة الفراخ، ولكن هو ما كانش حابب ان هو يصور او يظهر معايا في الكاميرا. فانا هنا كنت بصوره من غير ما ياخد باله، ولكن عرفت في الاخر ان انا صورته وبدات اناقش معاه. وانا فتح كيس البهارات بيشوف الجوده عامله ايه. تمام، وانا بدات بلطف كده اقول له مش هجيب وشك وخلاص، اظهر شوف البهارات وقول لي تقييمك عليها ايه بدون ما هجيب وشك. وبالفعل ما بداتش ان انا اظهر وشه في الكاميرا. تعالوا بقى نشوف كان رد فعله عليها وتقييمه لها ايه. احنا عندنا مطعم برضو يا عم. بص هنا، ما تخافش، انا هعطيك سم. انت بتدوق يمكن حاطط فيه سم يا ابني ولا اعمل لك حاجه؟ طيب خلاص مش هطلعك في الكاميرا. البهار ده عندك؟ لا بس انا البهار فرخ يدوي. بس اقول لك حاجه، يدوي؟ طب ده يدوي ولا شركات؟ ايه ده يدوي ولا شركات؟ وتقييمك له ايه؟ انت كراجل عطار تقييمك للبهار ده ايه؟ لان انا الشيف عندي في المطعم هو الزماغي، جبت له ويلز، جبت له مذاق، جبت له ارينا، جبت له الشركات اللي موجوده في السوق كلها، ما اعرفش ده ظابط معاه. انا بقول له ما هوش كويس، بقول له تيستو عالي. فانت رايك تقييمك له ايه انت كراجل عطار يعني؟ برضه مطلع يا عم مش مطلع وشك ما جاش، خلاص نزلته والله. انا شغال على الكيس دلوقتي بس. بص هنا، وانا مش هجيب وشك والله، فعلا والله ما هجيب وشك. بس في حاجه مره انت اكلت ربع كيلو، ما لازم يظهر مرار. المراره دي مش سكر يعني، ممكن هو يزود سكر. ده بهار فراخ عندك؟ طبعا هنا راح يدوق بهار الفراخ اللي عنده، يقارن بين البهار الفراخ اللي انا عطيهوله وبهار الفراخ اللي هو عنده. وتعال نشوف النتيجه عامله ايه بقى. هجيبك، بحلف لك بالله ما جايبك، والله ما جايبك يا ابني. انا سامع صوتك انت اهو. خلاص هو يا جماعه مش عاوز يطلع على مش عاوز يطلع في مش عاوز يطلع بوشه، ولكن هو انسان محترم يعني وعطار. معنى ان هو قدر يدوق البهار هنا اللي هو البهار اللي احنا جايبينه له والبهار اللي عنده. انا جاي عاوز نفس التحويجه دي، ولكن تقييمك بما يرضي الله، بما يرضي الله. والله جميل.
اللي هو البهار اللي انا قعدته لك. تعالى هنا، انا مش هجيبك عشان الاضاءه تيجي، والله ما هجيب وشك خلاص. انت كعطار بما يرضي الله، بما يرضي الله، شهاده قدام ربنا تسال عليها. جميله. احسن من الشركات ولا تدي له كام في المية البهار اللي معاك ده؟ كراجل عطار فاهم يعني. على فكره وبرضه ميزته الوحيده مش واخد ملح كتير. لا مفيش في ملح، مفيش. الله يبارك لك يا باشا. انا نظرتي لما دخلت المحل ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. اسمح لي اصور اليافطه بس ماشي. لما دخلت المحل والله يا جماعه الراجل كان بصراحه بيجهز لسه يعني. فما شاء الله عطاره فجر الاسلام موجوده هنا في صندوق. تمام. والله انا هو ما يعرفش ان انا عطار اصلا على فكره يعني. انا لسه دلوقتي هبدا اقول له ان انا عطار. هنا طبعا اتصدم لان ما كانش يعرف ان انا عطار، وفكر بالفعل ان انا زبون داخل عليه ببهار وبقول له انا محتاج نفس جوده البهار ده لان عندي مطعم، والشيف بتاع المطعم اللي عندي قال لي انا محتاج نفس البهار ده، فابحث لي على اي عطاره في المنصوره وقول لي البهار ده جاي منين لان التست بتاعه عالي جدا جدا وانا مش لاقيه في السوق. فانصدم بصراحه، وتلاقيت الابتسامه ماليه وشه وقال لي لا الله ينور، شغل عالي جدا جدا. وبدا ان هو بالفعل اللي يطلع الملاحظات اللي موجوده بكل عنايه. وتعالوا نشوف تقييمه لايه. على فكره انا عطار وده بهار خاص بي، انا بهوج. فالفكره بتاعت الفيديو ان انا اطلع لعطارين النهارده واقيم شغلي ولا شغل الشركات ولا شغل التحويج، او بمعنى اصح انا عاوز اقيم انا كعطار انا نوع البهار ده. انا ليا قناه على اليوتيوب اسمها عطاره بيت التوابل، وقناه على الفيسبوك اسمها عطاره بيت التوابل 41000 متابع. تمام. ده زعتر. انا عارف يا باشا. تقييمك كشركات بلاش شغلك، انا عارف شغلك لا يعلى عليه، بس تقييمك ده من ناحيه الشركات اعلى بكتير صح؟ ياخد كام في المية؟ ده ايه عدد 90%. تسلم، ما تحرمش منك على ذوقك يا باشا. و90% من تقييم واحد محترم زيك ليا حاجه كبيره جدا 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 يعني. مش هيعدي، لا ده لو 80% انا راضي منك جدا. تسلم يا باشا. وسامحنا ان احنا هجمنا عليك كده في المحل. انت لسه بتفتح وتقول بسم الله، ولكن لو حابب وشك يظهر احنا متابعيننا كتير. خلاص يا باشا. طب انت حابب تعمل اي خصومات ولا اي عرض للمتابعين؟ هو العرض عامة عندي كل الايه؟ طول السنة عندي عروض. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. طب مكانك فين تحديدا؟ صندوق شارع محمود شاهين. شارع ايه؟ المنصورة. صندوق المنصورة صندوق شارع محمود شاهين. مستنيكم ان شاء الله. اي حد يجي له يقول له محمود ايه؟ عند مستشفى الحنجيري. الحنتيري. مستشفى الحنتيري. اي حد يجي له يقول له انت تبع ابو مالك العطار او تبع عطاره بيت التوابل ان شاء الله يعملوا خصومات. تعالوا بقى نشوف ايه عطار تاني ان شاء الله ونكمل مع بعض. انا رحت للعطار لمدحت دلوقتي، اتعرفت عليه. طبعا ما كانش راضي ان احنا نصور معاه خالص. تمام. الراجل ما شاء الله محترم، عاوز محله يظهر بشكل جميل وبشكل انيق، ولكن هو قيم البهار والحمد لله قال لي يتخطى 90%، فده من فضل ربنا علينا الحمد لله. تعالوا بقى نعمل ايه، نروح لعطار تاني ونشوف الدنيا كده. ويلا بينا يلا بينا. طبعا جينا هنا محل عطاره تاني اسمها عطاره اولاد عبد الدايم. تعالوا ناخد البهار بتاعنا من العربيه. تمام. ونشوف الدنيا في ايه. يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا عودي؟ اخبارك عامل ايه؟ احنا عاوزين نفس البهار ده يا كبير. ده بهار فراخ. ده بهار فراخ. تمام. انا عاوز نفس البهار ده بالظبط. برضه عالي الجودة يا ريس. الايه؟ برضه عالي الجودة. والله بما يرضي الله. طب عندك نفسه؟ طب تقييمك له كام في المية بما يرضي الله؟ شهادة قدام ربنا. مقارنة بينه وبين الشركات التانية، ايا كان نوع الشركات بقى، سواء كان مذاق ارينا اي نوع من انواع الشركات اللي موجودة. ده بهار فراخ مشوية، يمشي في فراخ فرن، ويمشي كمان ميكس جريل. 90%. 90%؟ يا باشا انا شرف ليا ان انت تقيمه 90%. 90% والله. حبيب قلبي. 90% يعني مقارنة بينه وبين الشركات اعلى ولا الشركات؟ ده بص ده طبيعي. الله يبارك لك. حتى الملح قليل فيه فعلا. ده طبيعي. التانيين كلهم اصلا صعب. ما تحرمش منك. يعني تقييمك للبهار ده 90%؟ يعني هو يعدي الشركات اللي موجودة في السوق؟
ان هو بيور وخام وكل حاجه. انت اسانسات يعني لا بدون، انا ماليش دعوه بالاسانس، انا ليه علاقه، ده بيور، ده بيور معناه ان هو افضل ما دام بيور. الاسانس ده احنا بنحلي بيه البهار صح؟ الله تسلم حاجه كويسه. تقييمك قد ايه يا استاذنا معلش؟ نفس تقييم محمود 90%. تقييم حاجتنا هنا ما تقلقش يا باشا حاجتكم في اي تقييم، حاجتكم ما شاء الله لا يعلى عليه، ما حدش يقدر يتكلم عن كده. بس تقييمك للبهار ده كام يعني؟ 90% معناها ان هو حاجه عاليه صح؟ طبعا. تسلم يا باشا، ما تحرمش منك، تسلم، شكرا.